مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أنتم تستمعون الآن إلى يافا 48، وهذا محمود عبيد يحييكم أينما كنتم. مستمعي الكرام، في هذا البرنامج نناقش قضايا الصيام المعاصرة بناء على أسئلتكم التي أرسلتموها. نتلمس أحوالكم من خلال تناول قضاياكم. أنت تسأل والمفتي يجيب، أسبوعيا عبر موقع يافا 48. مستمعي الكرام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هو شهر الصيام، شهر القيام وتلاوة القرآن، شهر عتق من النار، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان. ينضم معنا عبر خط الهاتف الشيخ الدكتور محمد عايش من مدينة يافا. مرحبا بك دكتور محمد. مرحبا بكم أخي الكريم عبر موقع يافا 48، ومرحبا بالمستمعين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد عايش، كيف تتأتى هذه المعاني؟ يعني شهر القيام وتلاوة القرآن، شهر عتق من النار، شهر الصدقات والإحسان، وشهر تفتح فيه الجنان. هذا الشهر المبارك أخي الكريم يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بحاجة إلى فترة زمنية لكي يغير من واقعه، لكي يربي هذه النفس ويرتقي بها في سلم العبودية وسلم الإيمان والأخلاق الفاضلة. وهو شهر عبارة عن 30 يوما يرتقي فيه العبد المؤمن لكي يصل إلى مرتبة عظمى من مراتب الإيمان، ألا وهي مرتبة التقوى. ولذلك ذلل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك للعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وسائل التربية والتزكية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشيطان. ولله سبحانه وتعالى في رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر وهي ليلة القدر. كل ذلك أخي الكريم حتى يعني يعطي الإنسان جهده لكي يرتقي ولكي يغير ما بنفسه. فكما نعلم إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا نغير من واقعنا على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري أو على المستوى الأمة حتى، فشهر رمضان هو تلكم الفرصة لهذا التغيير. نعم دكتور محمد، يعني وردنا ضمن الأسئلة التي وردتنا في موقع يافا 48 هنالك الأخت لبنى من مدينة الرملة تسأل، تقول: أنا في فترة الحيض وعند آذان الفجر تيقنت أنني طهرت، فهل صيام اليوم محسوب؟ نعم، إذا قال العلماء إذا زال المانع صح الصيام. وكما نعلم أن الحيض من موانع الصيام، فإذا كانت المرأة في فترة عادتها وطهرت قبل الفجر ولو بلحظة فيجب عليها أن تصوم ذلك اليوم، كما أنه لو جاءتها العادة الشهرية قبل غروب الشمس بلحظة يفسد عليها الصوم. فهذه الأخت الكريمة التي تسأل عن صيامها نقول أن صيامها صحيح وسوف يكون مقبولا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، يعني وهنالك سؤال آخر. الأخ محمد من مدينة يافا يكتب طبعا بلغة عامية، يقول: كنت عصبي الصبح فطغاني الشيطان فأفطرت، هل أدفع مصاري؟ القصد هنا فدية الصيام، مش 18 شيكل. يعني يسأل: هل يجزئ لي إن دفعت 18 شيكل عن صيامي هذا اليوم؟ وطبعا هذه قضية شائعة عند الناس يعني. نعم، لذلك نحن نقول لمحمد للسائل نفسه ونقول لكل الإخوة والأخوات الكريمات في هذا الشهر المبارك أن شهر رمضان وصيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة المعروفة. وحذر العلماء من قضية التهاون في هذا الشهر المبارك
وعدم القيام بالواجب فيه من صيام ومن قيام ومن تلاوة القرآن. وتحديدا الفرض وهو الصيام، إذا أفطر الإنسان بغير عذر، طبعا العصبية والغضب هذا ليس عذر للإفطار. هنالك أعذار معروفة مشهورة مدونة في كتب الفقه تبين ما هي الأعذار التي يجوز لصاحبها أن يفطر في رمضان. أما مجرد الغضب والأعصاب هذا ليس عذر، ونقول أنها كبيرة من الكبائر أن ينتهك الإنسان حرمة هذا الشهر المبارك بالإفطار بغير عذر شرعي، إنه كبيرة من الكبائر. بل قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أنها كبيرة أشد من كبيرة الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في حديث الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في الرؤيا أنه رأى أقواما تتشقق أشداقهم، يعني شفايفه وفمه وحوالين فمه تشدق وينزل من شدقه الدم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك الذي يفطر قبل تحلة الصيام، قبل أن يأتي يعني موعد الغروب، قبل غروب الشمس وموعد الإفطار. فهذه كبيرة من الكبائر ولا تجزي عنه الفدية التي يتكلم عنها، بل يجب عليه قضاءها، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يكثر من فعل الخير حتى يكفر عن هذه الجريمة الكبرى. ومن ذلك لو تصدق بنية أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه فأيضا ذلك من الأبواب الحسنة. إذن يعني ما يطالب فيه الشاب هذا محمد بن يافا أن يستغفر الله ثم يعني يعوض هذا اليوم نعم عليه القضاء بالإجماع، فلا يجوز له أن يكتفي فقط بصدقة أو غيرها من الأفعال، عليه أن يقضي هذا اليوم إجماعا. نعم، وهو آثم طبعا بلا شك. وإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يعفو عنه. وهنالك أخت أخرى من مدينة اللد تسأل تقول: كنت زمان أفطر في فترة الحيض وما أعوض هذه الأيام، فتسأل ماذا أفعل الآن؟ وأيضا هذه من الأمور الشائعة. الأخت المسلمة عندما تأتيها العادة الشهرية فلا يجب عليها صلاة ولا صيام، ولكنه كما هو معروف ومشهور أنها ليس عليها قضاء الصلوات ولكن عليها قضاء الصيام. وكثير من الأخوات تتهاون في هذه القضية، وفي هذه الفترة عندما تفطر بعذرها الشرعي بعد رمضان لا تقوم بالقضاء. نقول أنها يجب عليها أن تبادر إلى القضاء فورا، وعدم قضاء هذه الأيام أيضا يعتبر كبيرة من الكبائر. أن تتهاون المرأة حتى لو كان عندها عذر أن تفطر، ولكن يجب عليها القضاء في أيام أخر. فإذا جاءت في الأيام الأخر وتهاونت أيضا في ذلك، فبعض العلماء قال زيادة على القضاء يجب عليها أن تخرج فدية. فإذا نقول لهذه الأخت المسلمة بالأصالة عليها أن تقضي جميع الأيام، تحسب عدد السنوات التي كانت تأتيها فيها العادة الشهرية، وتحسب عدد الأيام في تلكم السنوات، فتقضي جميع هذه الأيام على الفور، لا يجوز لها أن تؤخر هذا القضاء. وإذا استطاعت أن تخرج أيضا فدية عن هذه الأيام فذلك يكون حسنا على قول بعض أهل العلم. نعم، لكنها يعني غير متعمدة، هي يعني لا تعود هذا الصوم، يبدو من سؤالها يعني كسلا وليس أكثر. حتى لو كسل يكون الإنسان إذا تكاسل عن أداء الفرائض أيضا يكون آثم. نعم. حتى تخرج نفسها من عهدة الإثم عليها أن تقضي هذه الأيام فورا. نعم. وهنالك سؤال آخر من يافا، كتب باللغة العبرية ونحن نترجم، يقول: أنا أدخن وما أصلي، لكنني أصوم رمضان. رفقائي أصحابي يتهمونني دائما ويحكوا لي أنه صيامي غير محسوب وغير مقبول. ماذا نقول يعني؟ ومثل هذا الشاب، هنالك الكثير من الشباب في مثل هذه المكانة. نعم أخي الكريم، يعني أيضا من القضايا المنتشرة هي قضية التفريق بين الصلاة والصيام. كثير من الناس يصوم وهو لا يصلي،
بداية نقول أن الصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم ركن من الأركان العملية الصلاة، وهي يعني عدم الإتيان بها وترك الصلاة تكاسلا والعياذ بالله يشكل خطرا كبيرا على المسلم. فالمسلم من أبرز ما يميزه في حياته اليومية أنه دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في عدد من الأحاديث المعروفة المشهورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه بين أنه من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، تكون له نور في سير إلى الله سبحانه وتعالى، تبين له الحلال والحرام. الإنسان الذي يصلي حريص أن يكون كل أفعاله وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وتكون له برهان على ماذا؟ برهان على صدق محبته لله. فلو أتينا هذا الشاب الذي يصوم نقول له لماذا تصوم؟ يقول أصوم إرضاء لله سبحانه وتعالى. نقول كذلك الصلاة لابد أن تصلي إرضاء لله سبحانه وتعالى، والصلاة هي برهان صدق محبتك لله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء أنها تكون نجاة له يوم القيامة، لأننا نعلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من الحقوق التي بينه وبين الله الصلاة. تصور أول سؤال تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني تكون فيه راسب لا تصلي، فما بعد ذلك سوف تكون أمورك عسيرة جدا وشديدة جدا، ومآل الأمور تكون خطيرة جدا بالنسبة للإنسان المسلم يوم القيامة. وأيضا العكس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، بل حشر يوم القيامة مع أئمة الكفر، مع فرعون وهامان والعياذ بالله. فنحن لذلك نذكر هذا الأخ المسلم الحبيب الذي هو حريص على صيامه، نقول له لابد أن تكون حريصا أيضا على صلاتك، فكما تحرص على صيام رمضان لابد أن تحرص على الصلاة يوميا في رمضان وفي غير رمضان. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني من السؤال فنقول له أيها الأخ الحبيب أنه بالنسبة لصيامه جمهور العلماء يقولون أن الصلاة سوف تكون مجزئة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكنها سوف تكون ناقصة بسبب عدم إتيانه للركن الأعظم ألا وهو ركن الصلاة. فصيامه مجزئ بإذن الله تبارك وتعالى، وصيامه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، ولكننا نقول إذا أردت أن تكون مطمئنا يعني بهذه العبادة من ناحية القبول فعليك بأداء الصلاة حتى تخرج من هذه الإشكالية التي أنت فيها، وتخرج من إشكالية يعني أن تكون يعني محط تعيير، يصوم ولا يصلي وكذا. صيامك صحيح ولكن عليك بالصلاة حتى يطمئن قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة الدكتور، يعني هناك سؤال أخير حول الزكاة. يعني يقول السائل: معي تقريبا 180 ألف شيكل غير ثابتين، يعني أحيانا يزيدوا وأحيانا ينقصوا، يعني يزداد المبلغ وأحيانا ينقص المبلغ، مع أني قبل أسبوع مع أني قبل أسبوع كانوا ثابتين على 160 ألف شيكل. كيف يتم احتساب هنا نصيب الزكاة؟ نعم، نقول أيها الأخ الكريم بالنسبة لهذا الأخ أن معلوم عند يعني علماؤنا اليوم حددوا نصاب مال الزكاة وهو 20 ألف شيكل. والعبرة في قضية النصاب في بداية الحول ونهاية الحول. يعني إذا إنسان ملك فوق 20 ألف شيكل في بداية السنة وبقيت هذه الأموال معه إلى يعني تمام حول كامل بدون أن تكون له حاجة في هذا المال، فيخرج ما مقداره 2.5% من هذه الأموال. هذا الرجل بيقول إنه أحيانا تزيد وتنقص، فلا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام، العبرة في أول العام ونهاية العام. يعني إذا كان نهاية العام معه 180 ألف شيكل يخرج عن 180 ألف شيكل حتى لو كان قبل أسبوع معه أقل. العبرة في النهاية، في نهاية الحول.
يعني ما مثلا كان معه في بداية الحول 20,000، وفي نهاية الحول زادت هذه الأموال، بعد شهر صار معه 100,000، بعد شهرين صار معه 120,000، بنهاية الحول صف عنده 180,000، فيخرج عن جميع هذه الأموال الزكاة، وهي مقدار 2.5% كما حدد الشارع. يعني وفقا لسؤاله معه الآن 180,000 شيكل، يخرج منها 2.5%، عليه إخراج الزكاة تقريبا 4,500 شيكل وفق ما جئت. تقريبا نعم، بحسب النسبة المئوية. نعم. دكتور محمد عايش، أشكرك على هذه المشاركة معنا في برنامجنا أنت تسأل والمفتي يجيب. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، بإمكانكم المضي قدما وإرسال رسائلكم واستفساراتكم، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عايش سيجيب عنها. مستمعينا الكرام، إلى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وأمنه، وهذا محمود عبيد يقول لكم إلى لقاء آخر.